يعني أن الذين قالوا نحن نعمل بطريقة سلمية ونجحوا بطريقة سلمية، هؤلاء يدافعون عن الذين يعتدون عليه. فرق بين أن إنسان يعتدي عليك وترد الاعتداء. أنت لا تبدأ بالاعتداء. من الذي اعتدى في سوريا على الشعب؟ أليس بشار؟ من الذي اعتدى على الشعب؟ أليس زين العابدين؟ من الذي اعتدى على الشعب؟ أليس القذافي؟ من الذي اعتدى في الجزائر على الشعب؟ أليس النصار وأمثاله؟ هؤلاء الذين يعتدون على الشعوب يسمون الشعوب عندما تدافع عن حقها وهي الشعوب يسمونها إرهابية. أنتم الإرهابيون الحقيقيون، أنتم الإرهابيون. أما الذي يدافع عن حقه وعرضه وحقه ليس إرهابيا، مش إرهابي. حتى فرنسا كانت تسمي الثوار إرهابيين، صح ولا لا؟ الثوار كانوا يسمون إرهابيين. اليوم أصبح يعني أدخل في معركة انتخابية وأنجح المرة الأولى والثانية والثالثة ومع الملايين، ثم تأتي أنت بالدبابة وبالطائرة ثم تقتل الناس وتدخل إلى منازلهم وتدمر، ثم إذا انتصر الناس تقول أنتم إرهابيون. ماذا تريدون؟ تريدون للشعوب أن تكون نعجة؟ تريدون للشعوب أن تكون خاضعة ذليلة لكم؟ إن الشعوب لن ترضى بهذا، وإذا رضي جيل فلن يرضى جيل الآخر. إذا رضي جيل لن يرضى جيل الآخر. والأجيال التي ترونها الآن ليس في الجزائر، في العالم العربي والعالم الإسلامي، أجيال ليست كالأجيال الماضية. أجيال عرفت حقها وستأخذ حقها، ولو دخلت في السجن ولو ضربت ولو صفعت ولو مات منهم فإنهم سيصلون اليوم أو غدا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فمهل الكافرين أمهلهم. قد يكون الرويد هذا عامين 10 سنوات 20 سنة، ولكن العاقبة للمتقين. من مات شهيدا ومن عاش سعيدا بإذن الله تبارك وتعالى. ولكنكم لن تستطيعوا يا حكام الدول العربية، يا حكام الدول الإرهابية، تشتري السلاح لا تفكر في ضرب العدو، تشتري السلاح لتقمع به الشعوب أو لتحارب جيرانك. ها هي إسرائيل أمامكم، ها هي إسرائيل أمامكم، فاضربوها إن كنتم رجالا. ها هي إسرائيل أمامكم. أما أنكم الآن تتقوون على شعوبكم الضعيفة، على الشباب الضعيف، على النساء كما حدث في براء، تدخلون غدرا في منازل الناس، تحطمون أمام خزاناتهم وتعبثون بملابسهم وتخيفونهم وترهبونهم في الصباح، ثم بعد ذلك إذا قام الشباب وثار الشباب قلتم أنتم أهل فتنة. أهل فتنة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه نذر شر، هذه نذر شر. معنى ذلك أن الشعب الجزائري عرف حقه ولن يسكت عنه، سواء كان حقا دينيا أو